وسط ضغوطات الحياة، سواء خدمة، سواء أسرة، أو سواء حتى علاقات مع الناس. كتجي لحظات اللي كتبغي تكون فيها حر من كل شيء، من العصب، من المجتمع، ومن أي حاجة غادي تزيد تضغط عليك كتر وكتر. تما خاصك تقول ستوب لكل شيء، وتاخد وقت مع راسك وتسول: واش هذه هي الحياة اللي كنت باغي نعيش؟ واش هذه هي الحياة اللي تمنيت أنني نعيش؟ واش هذا هو الشباب اللي كيتقال عليه زهرة العمر؟ وهذا السؤال غير بوحدو خلاني زدت تعصبت. فهاد اللحظة جا قدامي الفيديو ديال الصديق ديالي خالد. تما شفت واحد العالم بالساحر، عالم حر، عالم فيه غير انت والطبيعة، مخلوقات حرة في وسط عالم خيالي. وهذا الشيء اللي كان نقطة فارقة في حياتي، وخلاني نحس بأن الحياة أكثر من أنها تكون مجرد روتين. بديك اللحظة قلت حتى أنا كنستحق أنني نعيش الحياة اللي كتعجبني. السلام عليكم الاخوان، وانا رجعت لكم في مغامره جديده ان شاء الله، واول مره واول تجربه غادي نجربوا ان شاء الله الغطس الحر. اليوم جبت معايا الاخوان، جبت معايا الماتريال ديالي، جبت الفيزي، جبت كل شيء، ولكن صراحه هذه اول مره غادي نقيس الماء ونغطس فيه. وجا معايا بطبيعه الحال جا معايا الصديق ربيع اللي غادي يوريني وغادي يعلمني الطريقه كيفاش نبدا اول نتحكم في الماتريال، نتحكم في الغوص، كيفاش نبدا تهبط. صراحه ما بغيتش نهبط معايا الفيزي حيت في واحد الخطوره صراحه، ولكن غادي نحاول ما امكن انني نهبطو ونعوم به بطبيعه الحال، بحكم انني ديجا كنعرف نعوم. غادي نحاول انني نتحكم في الماتريال بعدا هو الاول، ومن بعد نشوف الا قدرت نهبط الفيزي غنهبطو، ما قدرتش اما غاديش نهبطو. وان شاء الله غادي نتمتعوا بالحياه البحريه. وخليكم معايا في هذه المغامره، ان شاء الله غادي تعيشوا معايا تجربه كامله، وان شاء الله تكون تجربه زوينه وتستافدوا نتوما من البدايات ديال الغطس، حيت كاينين بزاف الدراري اللي كيبغيو يجربوا الغطس ولكن الطرق ما عارفيناش كيفاش. المهم غادي تعيشوا معايا الرحله من أ حتى لزد، وان شاء الله خليكم معايا ورحله سعيده ان شاء الله. أول غطسة في حياتي كانت بوابة لعالم جديد، عالم تحت الماء عامر بزاف بالمخلوقات الغريبة والجمال اللي ما كيتقاداش. وفي هاد اللحظات الإخوان وانا غادي كنعوم تحت الماء وكنتأمل في الحيوانات البحرية والأسماك اللي دايرة بيا، وحتى العالم اللي نادرا ما كتشوف شي حاجة في حاله في الواقع. غادي يبان لي واحد مجموعة الأسماك، ولقلة الخبرة ديالي فراني صوبت عليهم مباشرة، ولكن مع الأسف كانت ضربة غير موفقة وما قدرت أنني نضرب حتى واحدة فيهم. ومن بعد هاد اللقطة استمريت في البحث ديالي على الأسماك حتى كنتفاجأ بوجود سمكة متوسطة الحجم، وصوبت عليها وبالفعل قدرت أنني نصيبها بضربة قاتلة. ولكن مع الأسف الحاجة اللي اكتشفتها معطل هو أن هذيك السمكة غير خدعني البصر ديالي، وهي راه صغيرة بزاف. وكان هذا من بين أهم الدروس اللي خص يعرف أي واحد ممارس لهذه الرياضة ولا كيفكر أنه يمارس هذه الرياضة. فراه ما يعتمدش على حجم الأشياء اللي كتبان ليه في النظر، فراه كتكون كبار من الحجم ديالها الأصلي. واستمريت في البحث ديالي وانا كنكتشف هذاك العالم، وبالزروقيه ديال الماء والصفاوه اللي كانت هذاك النهار فراه كتعطيني مساحه انني نشوف مساحه كبيره. وهذا الشيء اللي خلاني نشوف السمكه الثانيه، ولكن غادي نرتكب معها نفس الخطا اللي ارتكبته مع السمكه الاولى، هو انني ضربتها ومن بعد فجيت نقلبها لقيتها سمكه صغيره. والسبب ديال هذا الخطا الاخوان هو اول مره غادي نهبط نكتشف هذاك العالم هبطت بالفيزي ديالي، وكانت جرأة كبيرة مني وما كنصحش الكل باش يديرها، انني هبطت الفيزي الاول هبطه ليا الماء. من الاخطاء اللي كيطيحوا فيهم المبتدئين بحالي هو ان الاسماك في الماء كل شيء كيبان كبير، بهذاك النظر كل شيء كيبان كبير. وانا هذا البرادع هذا ضربته على اساس انه حوته شويه زعما ماشي صغيره، ولكن فاش ضربته وطلعته فوق الماء لقيته صغير بزاف، فهمت؟
وبمجرد الرجوع ديالي للماء وانا كنقلب على شي سمكه اللي تكون في حجم مناسب، فجاه كنتلاقى مع واحد الاخطبوط اللي حتى هو كانت معاه واحد المعركه ماشي سهله. بحكم انني قليل الخبره فراه عانيت معاه باش نتخلص منه، لولا التدخل ديال الصديق ديالي ربيع اللي عاوني باش نحيدو من الفيزياء. وفي الاخير وصلت لواحد النتيجه ديال ان الصياده مازال عليها الحال، وخليني دابا غير نكتشف العالم تحت الماء ونتادابطا مع الماتريال. داكشي علاش رجعت لواحد الصخره قريبه اللي كانوا مجموعين فيها مجموعه من اسماك الشرغو الصغيره، وبقيت كنهرس لهم في الطعم ديال قنفذ البحر وهما كياكلوا، والمنظر ديالهم الاخوان كان رائع بزاف. يلا خرجت من الماء وصراحة المشهد ما كيتنساش، والتجربة واعرة بزاف. عرفتي واخا زعما نوصل اي نيفو كتبقى الغطسة الأولى وأول مرة كتدخل في الماء وكتكتشف داك العالم البحري، فراه أحسن حاجة تقدر دير. صراحة تنقاد شوية ونعاود نرجع. اخواني يلاه خرجت من البحر ودوزت الغطسة الأولى، صراحة الغطسة الأولى كتكون إحساس ما كيتنساش. وبالنسبة للحصيلة إخوان، الحصيلة راه كيف ما شفتو ضربت هذاك بالبرادة وضربت هذيك الروطالة وضربت واحد السميرة، ولكن كلهم كيخدعنا بحال قلت شو النظاظر كيبينوا لي داكشي كبير، داكشي علاش كنضربوا. ولكن في الاخير تعلمت ان واحد القاعده مهمه، والحوت اللي كتشوفوها الاخوان في النظاظر فراه كيكون مضوبل الحجم ديالو، كيكون مضوبل. داكشي علاش ملي كنضرب الحوته كتبان لي في النظاظر كبيره تحت الماء، ولكن فاش كنطلعها كنلقاها صغيره. هاد الدرس هذا تعلمته الاخوان ومازال ان شاء الله غادي نتعلم، وحتى نتوما راه كتعلموا معايا. اي خطا درتو فراه نتوما كتعلموا منه. ونشوفكم على خير وحتى المغامره جديده ان شاء الله. ما عرفتش واش غتكون غطس واش غتكون مغامره جديده ان شاء الله، ونشوفكم على خير.